صباحكم خير، صباحكم فرحة، صباحكم رضا من الرحمن. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. يلا بينا الأول حاجة قبل ما نعمل أي حاجة ولا نقول أي حاجة نصلي على صلاة محمد. اللهم صل على محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ من الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيزي خلاق. ازيكم يا حبيب قلبي؟ ديت بقى عملت شوية حبة صلصة جميلة جدا جدا، يعني الطريقة دي انا معتمداها من سنين، خدوا بالكم. تحفة زي ما انتم شايفين، لونها جميل جدا بأمانة، وكاميرا كمان ظلماها، شايفين اللون بتاعها وسمكها جميلة جدا. صلصة يعني حلوة جدا لأيام رمضان، لأن أيام رمضان كلنا بنبقى منشغلين بقى بقراءة القرآن والذكر بقى وكل حاجة. فاحنا عشان كده قلت لنفسي ان انا اجيب 20 كيلو طماطم وافرزها واوريكم طريقتي اللي انا معتمداها من سنين. يا رب يكون يعجبكم الفيديو، ومتنسوش تعملوا له لايك. ولو انتي اول مره تشوفيني، انا قناه يوميات ام فؤاد احلى، وانا ام فؤاد ومنوراني بجد والله العظيم. اوعي تنسي تحطي اللايك يا قمر انتي. بصوا انا جبت بطاطس برضه هفرزها لكم وهقول لكم الطريقه بتاعتي، تحفه جدا ان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى، دي 20 كيلو طماطم فضلة خيركم. انا حبيت ان انا اجيبها واحطها برضو افرزها والكلام ده كله عشان خاطر تنفعني وتوفر عليا وقت ومجهود في ايام رمضان، لان رمضان دوت انتوا عارفين ان هو بقى للذكر وكده. فمش عايزين يعني نضيع وقت في تبقى كل حاجة يعني امورنا سهلة. ويا رب يسهل اموركم كلكم يا رب. يا رب يديكم ويعطيكم ويرزقكم ويديكم كل حاجة بتتمنوها يا رب العالمين. صلى على النبي كده اهوت، ولا تنسى الصلاة. الصلاة بتسهل علينا كل حاجة وبتسهل علينا امور الدنيا كلها. زي ما انتوا شايفين انا حطيت ال20 كيلو، 10 كيلو. هنفضل كيسين يا جماعة في قلب الحوض. كنت مصبناه كويس جدا عشان تعليقات، ورحت حطيت فيه الطماطم. وزي ما انتوا شايفين بشيل منها الحته الخضره ديت اللي هي اسمها القمع، او اي حاجه تشيلها زي ما انت حابه. لو في اي حاجه في الطماطمايه تحاولي انك انت تشيليها برضو لو قابلتك. تمام. وبعد كده نغسلها كذا مره كويس جدا، وبعد كده هنحطها على النار. التركية بقى يا جماعه هنا في سر بقى في سر الطماطم انها تكون معاكي سميكه وكده، ان هي اول ما تديكي غلوتين تلاتة هتلاقيها نزلت ميه كتير جدا. كل ما تنزل ميه صفيها، كل ما تنزل ميه صفيها. تمام. يعني تجيبي الحله كده اهوت وتروحي مصيفاها. وغير كده كمان ان انا ما باجي اعمل لها مش بشغل النار عليها كتير لغايه الاخر، لا. انا بشغلها لغايه يعني لغايه ما ما تلاقيها سبكت معايا كده اهوت ونزلت الميه، اروح مصفيها واحطها تاني على النار. بتوفر معايا وقت، وغير كده كمان انها بتنجز معاكي على طول. فلازم انك انتي كل شويه تصفي منها الميه. فين الصلاه على النبي؟ عايزه صلاه على النبي كده في التعليقات. نقول اللهم صل على محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الرزق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بناتك يا عز خلق. اوعي تزعلي مني ولا تقولي ان انا رقية، ماشي؟ خليكي معايا كده اهوت. والله ما الواحد ما عارف يعمل ايه في الغلا اللي احنا فيه دوت. يعني يا رب يستر على الغلبان ويرزقه يا رب من حيث لا يحتسب. الدنيا بقت غلا قوي 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 قوي، والله العظيم زعلانه جدا عن اللي احنا فيه واللي احنا وصلنا. الحمد لله يعني الحمد لله. ربنا سترها معانا، بس انا زعلانه ان في فعلا ناس غلابه جدا جدا، انها مش قد الغلا دوت. بس ربنا هو اللي بيرزق، يا رب ما ينسى، يا ربنا ما ينساهوش، ما ينساهمش يعني. من فضله وكرمه. بس صعب جدا ده لغاية اخر النهار، يعني كان بالليل وانا قبل ما اسجل لكم الفيديو دوت. انا بسجله لكم دلوقتي الصبح بدري بعد ما نزلت ولادي بقى المدرسة وكده. ربنا معاهم يا رب ووفقهم. فكان امبارح غلوا سعر البنزين تاني. سعر البنزين ما غلي يبقى كده المواصلات غليت، وكمان هتلاقي كل حاجة بقى غليت، حتى الخضار. طب الخضار ايه اللي علاقته بالبنزين؟ مش بيتنقلك، مش بيجي يعني بتشحنة والعربيات اللي بتنقل الخضار ديت بتستهلك برضو بنزين. فربنا يعيننا ويسترها معانا. بصوا انا غسلتها كذا مره، بس ما رضيتش ان انا اطول عليك الفيديو مع انه هو طويل، بس انا نعمل ايه بقى. غسلتها كذا مره وشطفتها كذا مره تاني. ودي تاني حله بعملها. هما ما شاء الله طلعوا ال20 كيلو 3 حلل وصفوا. يعني بعد ال20 كيلو طلعوا كام كيس كده.
نضفت الحوض كده اهوت، وهحط بقى الايه ال10 كيلو التانيين. شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي، كانت جميله. بصوا كانت ولادي رايحين جايين يا ماما هاتي واحده، يا ماما هاتي واحده، يا ماما هاتي واحده، من حلاوتها وطعمها. وبصراحه بقى في القوطه المسكره دي في الاكل روعه روعه روعه. شوفوا بقى البني بقى غالي، والفراخ بقى غاليه، واللحمه بقى غاليه، وكل حاجه بقى غاليه. ربنا يرحمنا برحمته ويعدي الايام دي على خير. والله يعني انا زعلانه جدا على الغلو ده كله، المفاجئ، غلو مفاجئ مره واحده يعني. وياريت ايه ضعف، لا دي ضعفين وتلاتة حاجه كده اهوت. ربنا يا رب يرحمنا برحمته يعني. المهم انا بقى ايه، وانا بنضفها كده قلت ادردش معاكم شويه. بصوا من جوه جميله ازاي، حمرا. انا مسرعه لكم الفيديو قوي. المهم ربنا يسترها بقى، وقولوا لنا بقى الاسعار عندكم بكام. صحيح انا جايبه، عارفه القطه دي جايباها كام؟ انا جايبه 20 كيلو ب150 جنيه، يعني الكيلو واقف يعتبر ب7 جنيه ونص. دلوقتي طبعا غليت قوي، فانا لحقت بقى ان انا ايه، قلت اشيلها، لان ايه دخلت رمضان باذن واحد احد. انا برضو كنت حاطه المصفى اللي جنب الحله ديت عشان اشيل ايه لو في ايه واحده جامده قوي خضره صفرة، بشيلها بقى للسلطه وبحطها في التلاجة للسلطه. بس هي بصراحه كلها جميله زي ما انتوا شايفين. على فكره هي مش صغيره ولا حاجه، هي كبيره، بس الكاميرا عشان انا مبعدها جدا فباينه لكم انها ايه رفيعه. بشيل القمع دوت وعماله ايه اغسل فيها كويس، وبعد كده بشطفها كذا مره، واعملها بقى بالهاند بلندر. وهو اقول لكم على تكايه، في ناس بقى بتحب اللي تحط البنجر، انا برضو بحب احط البنجر، بس بصراحه انا نسيت، وهي اساسا حمرا، فانا ما جبتش ايه بنجر. البنجر دوت بحطه، بجيبه وبقشره يعني للبنات الحلوه، الامارات، العرايس، الجمالات يعني. التركية دي حلوة اوي. لو انت ايه الطماطم صفرا بتجيبي بنجرايه وتروح حطها مع السليق، بتخلي لون الصلصة حمرا جدا جدا، وهتعجبك برضو طعمها غير فوائدها كتير جدا. يعني انتوا عارفين البنجر معجم، معجم كده هوت فوائد. المهم خلصتوا بقى طلبات رمضان ولا لسه؟ انا والله يمكن دي اول حاجة. وبرضو هنزلكوا فيديو للخضرة ازاي تفرزيها وازاي تفضل معاكي سنة بحالها في الفريزر. والله بتطلع كأنها يعني لسه كانك جايبها ومخرطاها. يعني دي انا بحب اوي اشيل الطماطم، واحب اشيل بقى القلقاس والبسلة، كل الحاجات اللي هي بتتفرز والسبانخ والبطاطس. هنزلكوا كل حاجه. شفتوا الحله كانت مليانه قد ايه؟ بصوا الحركه اللي انا بقول لكم عليها. والله بصي دي يعني ديت شايفه الميه كل ما تيجي يعني تلاقي الحله اتملت ميه، بصفيها كل شويه، اصفيها لغايه ما بقت معايا يعتبر معجون طماطم بالظبط. ديت الحركه دي كانك انت بتحطيها في الفرن وبتشويها، لان الشوي الفرن ممكن يعني، بس ديت بقى احسن كمان. شفتوا ما شاء الله انا شلت كام كيس كده اهوت لونه ايه يعني اللي هو من غير ما تصفي. لكن بقيت الصلصة يعني حلة شلتها من غير ما تتصفى، والحلة التانية شلتها ايه متصفية، صفيتها وطلعت كل حاجة اللي هو القشر والبذر بتاعها وكل حاجة ديت عشان تبقى صلصة يعني، تنفع لك بقى في كل حاجة. شايفين لونها عامل ازاي؟ البرطمان دوت الازاز دوت لونه كده عشان هو اساسا لونه عسلي، فهو مديه ايه انها غامقة شوية، لكن هي لونها جميل جدا. وعلى فكرة الكاميرا فعلا ظلماها يعني. متنسيش تحط اللايك بالله عليك. بصوا جميلة ازاي، قوامها جميل جدا. ديت بقى، بس انا اللي هي الصلصة اللي هي الحمرا ديت جزء عملته حطيت دوبت فيها معلقة نشا عشان تمسك معايا تبقى عاملة شبه الايه، شبه الصلصة بالظبط. وبص دي برطمانات. بصي بقى ديت الصلصه بحطها بقى في الفريزر وبطلعها بقى لو اللي محشي ولا اي حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب وشير كومنتات كتير، لايكات افضل. اشوفكم فيديو